المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها توجيهات حول إحياء 20 من يونيو ذكرى الشهداء. 11 إصابة جديدة بكورونا اليوم في البلاد. حوالي 5 مليار نفقة لإعالة أسر الشهداء. أمريكا تستهدف سوريا بأشد العقوبات حتى الآن لحمل الأسد على إنهاء الحرب. وزير خارجية تركيا يبحث سبل إبرام هدنة دائمة في ليبيا. انتخاب 4 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي. أهلا بكم مشاهدينا. أصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات توجيهات بشأن الطرق التي يتوجب على الإدارات والمواطنين اتباعها لإحياء يوم الشهداء، وضعا في الاعتبار لأوضاع جائحة كورونا. وأوضحت اللجنة بأن مسيرة الشموع الاعتياد التي كانت تجري في الشوارع الرئيسية مساء 19 من يونيو ستستبدل بإضاءة الشموع في المنازل. كما لن تجري المسيرات الشعبية المنظمة كل عام إلى مقابر الشهداء يوم 20 من يونيو، واقتصار الفعالية فقط على وضع أكاليل الزهور في أسمرة والأقاليم. من ناحية ثانية، ستنظم وقفة حداد في الساعة 1 من ظهر يوم 20 من يونيو للإريتريين في الداخل والخارج عبر إذاعة صوت الجماهير الإريترية والفضائية الإريترية. يذكر أن مؤسسات الأديان الإريترية كانت قد أصدرت يوم أمس توجيهات بشأن الطرق التي يتوجب اتباعها مع جائحة كورونا لإقامة حلقات التلاوة والدعاء والقداس لإحياء ذكرى الشهداء. وستبث يوم 19 والعشرين من يونيو برامج في الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية من إعداد وزارة الإعلام ووزارة الدفاع ومفوضية الثقافة والرياضة ومكتب الجوازات والجنسية والشرطة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة وإدارة الإقليم الأوسط، تشتمل على الأفلام الوثائقية والدراما وبرامج أخرى. وفي إعلان صادر عن وزارة الصحة، أثبتت الفحوصات المخبرية التي أجريت للمواطنين المحجوزين في مراكز الحجر الصحي بمناطق أم حجر وقلوج وعلي قدر وقرمايكا بإقليم القاشبركة اليوم 18 من يونيو، أوضحت إصابة 11 شخص بفيروس كورونا. وقد عاد هؤلاء المواطنون ال11 في الأسابيع الماضية من السودان. تجدر الإشارة إلى أنه ورغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى، إلا أن تدفق المواطنين العائدين للبلاد برا وبحرا لم يتوقف من إثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن. هذا وقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إريتريا حتى الآن 142 حالة، منهم 39 حالة تم تسريحها إلى منازلها بعد تلقيها الرعاية الطبية، فيما يوجد 103 حالات تحت الرعاية الصحية. وزارة الصحة 18 من يونيو 2020. أعلن مدير قسم رعاية أسر الشهداء في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد زراعي تخليه أن الحكومة تبذل مختلف الجهود لتخفيف مصاعب أسر الشهداء. وأوضح في مقابلة مع وكالة الرنا بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء أن الحكومة في إطار جهودها لرعاية أسر الشهداء شرعت في أو قدمت 10,000 نقفة لأسر الشهداء منذ عام 1995، وقامت منذ عام 2004 بتقديم إعالة بمبلغ 500 نقفة شهريا لكل أسرة شهيد، حيث قدمت حتى شهر مارس 2020 أكثر من 4 مليار و887 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء. وأكد إقامة 15 مركز دائم و37 نقاط متنقلة في جميع الأقاليم لتنفيذ هذه العملية، وتقدم لأسر الشهداء المسنين أو المعاقين عبر وكلائهم بالوثائق التي أعدتها وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وحول البرنامج الذي أطلقه الإريتريون في الداخل والمهجر لإعالة أسر الشهداء، قال السيد زرعاي: للمواطنين يقومون بشكل فردي أو في إطار جماعي أو في إطار الجمعيات بأنشطة الكفالة، ويبادرون فرديا بإعالة حتى 54 أسرة شهيد، وعبر الجمعيات حتى 90 أسرة شهيد.
وأشار إلى أن المواطنين في الداخل والمهجر قدموا منذ عام 2004 أكثر من مليار و200 مليون نقفة لإعالة 15 ألف أسرة شهيد محتاجة إلى جانب الإعالة الحكومية. وأوضح تقديم الدورات التدريبية لزوجات الشهداء اللائي يستطعن العمل وتأهيلهن بالماشية والأنشطة التجارية المسقرة وتنظيم الدورات المهنية لأبناء الشهداء، ويحدث ذلك تحسنا بينيا في حياتهم المعيشية. أفادت وزارة الصحة في التقرير الذي بعثت به لوكالة الأنباء الإريترية إرينا، أفادت بالتبرع بحوالي نصف مليون نقفة وأكثر من 14 ألف دولار لتنمية صندوق كوفيد 19. ووفق التقرير فقد ساهم معلمو وعمال مدرسة ميلاند ميسيون أسمراء الابتدائية والمتوسطة ب 137,030 نقفة، وهمبول للخدمات المالية 101,993 نقفة، وإدارة مدينة عصب 71,672 نقفة، ومؤسسة دعاريت للنجارة والحدادة بكرن 50,000 نقفة، والريتيل عصب 10,817 نقفة، وإدارة مدينة الدقم حرية 9,307 نقفة، والعمال الأجانب بشركة بيشا للتعدين 14,555 دولارا أمريكيا. كما ساهمت إدارة كورباريا ب11,000 نقفة، وجمعية جبرائيل ومتاني ألم دقي باردة مقيمي أسمرة ب5,000 نقفة، ومؤسسة خدمات المياه بمنطقة حمبرتي 5,000 نقفة، وعمال السفارة الفرنسية وأليانس فرانس 4,500 نقفة، وإدارة تحوتيت بمديرية جندع 3,000 نقفة، وجمعية خدمات التسهيلات القانونية 3,000 نقفة، وكافتريا يوهانس كدانية 3,000 نقفة، ومطعم حانة علمتو 3,000 نقفة، وجمعية قدوس جبرائيل التعاونية دقي زقب مقيمي أسمرة 3,000 نقفة، وكذلك جمعية قدوس ميكائيل وجمعية سعادة كريستيان مقيمي أسمرة. كما ساهم مخزن قرماي سيوم ب2000 نقفة، وحانت محرة قجرت 2000 نقفة، وجمعية كداني مهرة التعاونية عدي تقار مقيمي أسمرة 2,000 نقفة، ودينا للإلكترونيات 2000 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل التعاونية بمنطقة الدخول مقيمي أسمرة 2000 نقفة، وجمعية بعلي مريم عدي سالدايت مقيمي أسمرة 2000 نقفة، وجمعية كداني مهرة من أبناء تعزقة مقيمي أسمرة 2000 نقفة، ومتجر أواسيس لبيع الملابس الرياضية 2000 نقفة، ومتجر يوناس ولد ميكائيل 1500 نقفة، ومخزن أحمد عبد الله 1000 نقفة، وكشك تسقي دبساي 1000 نقفة، ومؤسسة قرمايزر أزقي للنجارة والحدادة 1000 نقفة، وحانة هميب 1000 نقفة، ومحطات توزيع الغاز في عد قعداد وصلوت وسلع دعره ودعر بولوس وعد حوشة ومرحانة وكتمولع، كل منها ب500 نقفة، ما مجموعه 4,500 نقفة. ومكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة بعصب 748 نقفة. تجري أنشطة نفير في مساقط مياه سدود قرصة وفانكوراوي وفانكوتسمو لحمايتها من الطمي بتنظيم من مكتبي الثروة البحرية والزراعة بإقليم القشبركة. أوضح مسؤول تنمية الأسماك في مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم السيد برهان التخليه أن أعمال إصلاح مساقط المياه تشمل أيضا التشجير. وذكر مسؤول وحدة جودة الأسماك السيد تسفاهيوت تسفازيون زراعة 3 أنواع من الأسماك التي تنمو جيدا في السدود، وأكد على أهمية إصلاح مساقط المياه وحماية السدود من الطمي لضمان استمرارية تكاثر الأسماك. وأشار المهندس الزراعي داويد سلمون المتابع للعمل إلى بناء الحواجز الترابية في مساحة 30 هكتارا في سد قرست. شيدت مدرسة جديدة في عمر قابري بمديرية فرو. وأوضح السكان بأن المدرسة المشيدة لتلبية زيادة عدد الطلاب ستسهم كثيرا في العملية التعليمية وتلقي الطلاب التعليم دون مصاعب لوجود البنى التحتية اللازمة في المدرسة التي تضم 6 فصول دراسية. وأشاروا إلى أن المدرسة ستنهي معاناة الطلاب الذين كانوا يتوجهون إلى فرو لتلقي التعليم إلى جانب المساهمة في تجميع القرى. وشيدت المدرسة بتعاون أعضاء قوات الدفاع لتكون بديلا للمدرسة التي كانت تقدم التعليم في الخيام. وأكد المشرف على أعمال البناء المهندس صالح محمد بناء غرفتين لسكن المعلمين لحل مشكلة السكن. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
وفي شأن العالمي، فرضت الولايات المتحدة أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات. وتضرب قيود السفر الجديدة والعقوبات المالية الأسد في وقت يجد فيه الرئيس السوري صعوبة في احتواء أزمة اقتصادية آخذة في الاجتهاد بعد نحو 10 سنوات من الحرب الأهلية، ووسط انتشار نادر للاحتجاجات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وتشمل الجولة الجديدة من العقوبات 39 شركة وشخصا، منهم الأسد وزوجته أسماء التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع أسرتها بأنهم من أكثر المنتفعين من الحرب. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر ودخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء. قال إن الخطوات الجديدة هي بداية حملة مستمرة من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأسد، وتوعد بالمزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة. قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه بحث سبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي في ليبيا والتعاون في مجال الطاقة خلال زيارة للاجتماع بمسؤولين في العاصمة الليبية طرابلس. وأدلى الوزير بالتصريحات للصحفيين عقب عودته إلى تركيا بعد الرحلة التي رافقه فيها مسؤولون أتراك كبار الاجتماع بمسؤولين في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بعد مساعدتها أنقرة في صد هجوم لقوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وكانت حكومة طرابلس قد أعلنت في بيان صحفي أن السراج استقبل وفدا تركيا يضم وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والخزينة والمالية برات البيراغ ورئيس المخابرات هاكان فيدان وعددا من المسؤولين الأتراك. وأضافت أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي في اقتراح كان الخاسر الأوحد فيه كندا التي فشلت مجددا في الحصول على مقعد في المجلس. أما المقعد الخامس في مجلس الأمن والمخصص لقارة أفريقيا فلا يزال متأرجحا بين جيبوتي وكينيا اللتين لم تتمكن أي منهما من الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة للفوز به، وبالتالي يتعين عليهما خوض دورة اقتراع ثانية. بالمقابل كان الفوز مضمونا سلفا لكل من الهند والمكسيك اللتين خاضتا الانتخابات بدون أي منافسة، إذ كانت الهند المرشحة الوحيدة عن قارة آسيا وقد حصلت على 184 صوتا، في حين حصلت المكسيك المرشحة الوحيدة عن قارة أمريكا اللاتينية على 187 صوتا، علما بأن 192 دولة شاركت في التصويت. وفي هذه الانتخابات تنافست 3 دول، هي النرويج التي فازت بالمقعد الأول بحصولها على 130 صوتا، وإيرلندا التي فازت بالمقعد الثاني بحصولها على 128 صوتا، وهو الحد الأدنى اللازم للفوز. أطلقت حديقة غالاباغوس الوطنية في الإكوادور سراح 15 سلحفاة عملاقة، منهية بذلك برنامجا للتربية مكن من غاد هذه الأنواع من الانقراض من خلال تربية أكثر من 2000 سلحفاة منذ عام 1960. وتصف سلطات الحديقة جهود التربية كواحدة من بين أكثر البرامج نجاحا في العالم، بعد أن استطاعت أن تعيد التوازن للجزيرة الأم التي ولدت فيها السلاحف. ويبلغ ديغو السلحفاة العملاقة قرنا من العمر، وقد أنجب أكثر من 800 سلحفاة، وهو من بين السلاحف ال15 التي تم إطلاق سراحها وأرجع إلى الجزيرة التي قادرها قبل 80 عاما. وكانت السلاحف المحررة خضعت للحجر ووضعت على كل منها علامة قبل إطلاقها في جزيرة إسبانيوليا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.